بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل شنطه كروس، شنطه جلد مدوره. معانا الوش والظهر طبقتين، والشنطه مخرمه. الخروم دهيت هنعمل فيها غرز حشو، ومعانا الدراع بتاع الشنطه كروس، وهنستعمل في الشنطه خيط سلسله حرير بكره ملفوفه، وهنستعمل الولاعه عشان نقطع بيها الخيط، ونستعمل فيه غرز الحشو. هنستعمل ابره رقم 5 ملم، 5 ملم في غرز الحشو، ونطلع بجسم الشنطه بابره رقم 6 عشان الشغل يطلع مرتاح. تمام. قبل ما ابدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هندخل في اي جزء من الاجزاء دي، اي فتحه كده، وهنعمل 2 غرزه حشو. هنسيب مسافه كده من الخيط. تمام اهو. نسحب خيط ونسحب خيط كده، بسم الله. نرتفع بالخيط ونعمل غرزه تثبيت نعتبرها اول غرزه حشو، وهندخل في نفس المكان نعمل تاني غرزه حشو. ندخل في المكان كده ونسحب خيط، نطلع عندنا حلقتين على الابره كده اهو، نسحب خيط نطلع من الحلقتين، ندخل في الغرزه اللي وراها ونعمل 2 غرزه حشو. 1 غرزه في نفس المكان، غرزه حشو. معانا خيط البدايه ده هناخده معانا تحت الشغل نداريه. تمام. ندخل نسحب خيط نطلع عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين، دي اسمها غرزه حشو. ندخل في نفس المكان نسحب خيط، فعندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. هنكمل بهذا النمط لغايه نهايه السطر ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. وبرده نفس النمط في القاعده او الظهر، ده ظهر الشنطه وده وش الشنطه كده. بعد ما نخلص غرز الحشو بنطلع بجسم الشنطه وهي بتبقى بالمنظر ده. هنكمل غرز حشو لغايه اخر السطر، وهنكمل برده هنا الظهر برده غرز حشو، 2 غرزه حشو في كل مكان لغايه لما نخلص الوش والظهر، ونرجع نشوف احنا هنعمل السطر بعد كده ازاي. كده خلصت 2 غرزه حشو في كل مكان، ودي اخر غرزه عملتها. كده برفع الخيط وبقص الخيط بالولاعه وبسحب الخيط لفوق اهو. بدخل في الغرزه الخلفيه اول غرزه وبسحب الخيط كده، وبرجع تاني في الغرزه الخلفيه بتاع اخر غرزه، بثبت الخيط غرزه مش باينه اول غرزه من اخر غرزه، بخفيه خالص ومثبته الطرف ده بالولاعه من ورا عشان هنبتدي السطر الثاني غرز حشو برده على كل غرزه غرزه حشو. بص الزياده وطرف الخيط بثبته بالولاعه كده برده، لو في زيادات كده بثبتها من ورا عشان الشغل بتاعنا يطلع نظيف كده. يبقى انا خلصت السطر الاول غرز حشو، 2 غرزه حشو في كل عين. هنرتفع، هنستعمل ابره رقم 6، ندخل كده تحت الحلقتين وهنسحب خيط. طرف الخيط كده بنسيب مسافه او جزء كده، نسحب خيط ونرتفع كده. احنا خلصنا الوش وعملنا غرز حشو 3 سطور، بس عملتها تحت الحلقتين عشان لما عملتها في الباك لوب لقيت يعني مش متماسكه، فعملتها تحت الحلقتين. تمام كده. الوش خلص، وده الجزء بتاع الظهر. عملت برضو غرز حشو، 2 غرزه حشو في كل عين بابره رقم 5، وخلصت السطر. قطعت الخيط، هنشوف احنا دي ابره رقم 5 اللي احنا بنعمل بيها اول سطر كده. قطعت الخيط، بدخل في الباك لوب في اول غرزه وبسحب الحلقه ديت كده. ديت اخر غرزه في غرز الحشو. نرفع الحلقه كده عشان عايزين نقفل السطر. بدخل في الباك لوب بتاع اول غرزه وبسحب الخيط دوت كده، بسحب الخيط كده. بتكون عندي حلقه اهي، بشد الخيط كده عشان تبقى زي الغرز كلها. الزياده ديت بنضفها واقطع الزياده دي كده
نثبتها بطرف الخيط كده. هنستعمل ابره رقم 6 زي ما عملنا في الوش، نعمل في الظهر. نستعمل ابره رقم 6 ملم ونعمل 3 سطور غرزه حشو تحت الحلقتين. طبعا بنعد غرز الحشو ديت عشان لازم تكون عدد الغرز هنا بيساوي عدد الغرز هنا. هكمل ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. كده خلصنا الظهر بغرز حشو زي الوش. عملنا غرز حشو تحت الحلقتين، ولازم يكون عدد الغرز هنا بيساوي عدد الغرز هنا. انا سايبه بس اخر 3 غرز هنعملهم منزلقه. يعني احنا بعد ما خلصنا غرز الحشو ده اخر سطر هندخل ونعمل غرزه منزلقه عشان نساوي السطر، بس عشان ما يبقاش في حته عاليه وحته واطيه. هنعمل 3 غرزه منزلقه. ادي واحد، تاني غرزه منزلقه، تمام، تالت غرزه منزلقه. كده يبقى احنا خلصنا الظهر وعملنا 3 سطور غرزه حشو تحت الحلقتين، تمام كده اهو. والجزء ده اللي هي هنقفل بيه ده، طبعا احنا كده هنشتغل على الظهر. ده وش الشنطه وده وش الشنطه وده الظهر، يعني بنقفل على الظهر. اول حاجه قبل ما نقفل عشان التقفيل بتاعنا يبقى مظبوط في الاتجاهات مظبوطه، تمام. دي السوسته اللي هنركبها في الشنطه. هنقيس السوسته دي كام سنتي. السوسته دي بسم الله الناحيه الثانيه كده. السوسته دي عامله كام؟ تقريبا 20 سم. اهي سوسته 20 سم، تمام. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقيس محيط دوران الشنطه. يعني بنحط المنظوره كده ونلف المنظوره حوالين الشنطه لغايه كده اهو. طلع 63 سم، يبقى المحيط ده بيساوي 63 سم. واكيد الناحيه الثانيه لازم يكون محيط دوران الشنطه 63 سم. هقول لكم ليه احنا بنقيس اهو بالظبط 63 سم. احنا بنقيس بقى ليه؟ عشان احنا هنقسم ال 63 دول 3 تلات. ازاي يعني 63 على 3؟ طب ليه على 3؟ عشان احنا هنحط هنا بدايه ونهايه الشغل في الجزء ده وبدايه ونهايه الشغل في الجزء ده، هنحط كده على بعض، تمام. فهيبقى فيه خياطه هنا او تثبيت للغرز، تثبيت للشنطه من الجهه دي وتثبيت للشنطه من الجهه دي، وهنسيب فتحه للسوسته. يبقى هنقسمهم على 3، يبقى 63 على 3 فيها كام؟ فيها 21. يبقى معنى كده ان احنا هنقفل 21 سم من الجهه دي، 21 سم من الجهه دي، هتفضل 21 سم اللي هم طول السوسته، تمام. يبقى احنا كده بنحط الوش على الوش، الشنطه اهي نعدلها كده ونحط الوش على الوش وبدايه الشغل ونهايه الشغل كده كده، وهنجيب العلامات. يعني احنا حاطين الوش على الوش كده، تمام. هنجيب علامات وهنحط بدايه ونهايه الشغل على بعض، اهو تحب بس يكون واضح. هنحط بدايه الشغل ونهايه الشغل في الجزئين الوش والظهر على بعض كده، وهنقيس من الجهه دي 21 سم ونحط علامه، ومن الجهه دي 21 سم ونحط علامه. يبقى الجزء اللي فاضل 21 سم اللي هو مكان تركيب السوسته، تمام. هنجيب علامات ونعلم علامات اهي. بنقيس 21 سم، حاطين الوش على الوش. هنحط بدايه ونهايه الشغل كده ونقيس من اول كده هنا هنقيس 21 سم. لازم اريح الشغل. اهي 21 سم، يبقى مكانها هنا. يبقى هنعلم هنا كده في الغرزه دي كده، نعلم علامه كده والغرزه اللي قدامها عشان نبقى عارفين ان احنا هنقفل من اول هنا 21 سم في الجهه دي، تمام. وبرده من اول هنا بدايه ونهايه الغرز هنقيس 21 سم ونحط العلامه عشان نشوف احنا هنقفل الشنطه ازاي. نعدل كده الخيط كده في الجهتين عشان نقفل بيه. احنا عملنا علامه هنا، هنقيس برده من اول الجزء ده كده، من اول هنا 21 سم
عشان نعرف احنا هنقفل لغايه كام. اهو 21 سم، نحطه على بعضه كده تاني، نقيس تاني، نحط الجزئين على بعض، هنقيس من اول هنا كده ونثبت المنظوره ونلف كده مع الشنطه كده اهي، كده كده اهي 21 سم. يعني في الغرزه دي هنحط العلامه بالغرزه دي كده، الغرزه دي والغرزه اللي قدامها. الجزء اللي هو ده يعني احنا هنقفل كده وهنقفل كده، يبقى فاضل الجزء اللي هو ده من العلامه اللي هي تركيب السوسته. هنقيسه برده لازم يكون ايه 21 سم. من الاول هنا كده بس هتكفي السوسته، لان انا قايسه من اول هنا لغايه كده. يعني لو حطينا السوسته كده اهي ده مكان السوسته، يبقى احنا هنقفل كده في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده لغايه العلامه بابره رقم 6 برضه. يبقى احنا بنعمل ايه؟ ادي كده الخيط بتاعنا، ندخل تحت الحلقتين والحلقه دي كده نقوم ايه سحبينها، هنسحبها كده ونعمل غرزه تثبيت، نرتفع سلسله بس واحده وندخل تاني في نفس المكان ونعمل غرزه تثبيت. نسحب خيط نطلع نعمل ايه اول غرزه تثبيت. تمام. هناخد بقى الغرز ازاي. اولا في عندي ايه ضلعين، الضلع الامامي والضلع الخلفي. هناخد الضلع الامامي مع الضلع الخلفي في كل غرزه، الضلع الامامي كده مع الضلع الخلفي ونطلع نعمل منزلقه. تمام. الضلع الامامي ده مع الضلع الخلفي اللي هو الغرزه اللي قدامنا، نسحب خيط نطلع نعمل منزلقه. تمام. الضلع الامامي مع الضلع الخلفي اهو، يا رب يكون واضح كده. انا قفلت الشنطه، حطيت الوش على الوش وقفلت على الظهر اهو كده 21 سم وهنا 21 سم. وادي الجزء بتاع السوسته كده. طبعا هننضف الخيوط دي، نسحب الخيط ده لجوه، نسحبه لجوه كده وننضفها. بعد ما نخلص الخيط هننضفها بالولاعه. تمام. نعمل كمان عقده تثبيت كده. ثبت بس الفتله كده الناحيه الثانيه، نشدها كويس كده واقوم ايه ندخلها في قلب الغرز كده، خليه على الظهر كده. الولاعه بقى عشان ما تفكش. فوق الخيوط دي هننضفها برضو بالولاعه. وده كده من بره. احنا هنثبت السوسته او نخيط السوسته برضو من جوه عشان يبقى الخياطه بتاعتنا نضيفه. ده الوش اللي بيلمع، ده الوش وده الظهر. هنخيط على الظهر، نخيط كده نظبط بس السوسته. تمام. وهنخيط كده بإبرة وخيط، هنخيط كده ندخل في قلب في اول كده هنا، نسحب خيط خيط سراج عاديه خالص. ثبت السوسته من الجنب ده اهي، كل ده شغل على الظهر. بنفتح السوسته كده
اهو. وهنثبت برضو الجزء التاني سراجة عادية خالص، سراجة بالإبرة. نخش كده بالفتلة في الإبرة بطرف السوسته، نعمل غرزة التثبيت الأول كده. كده انا ثبت السوسته الجزئين على الظهر اهو. هقلب الشنطه عشان نركب الدراع كده. بعد ما قلبت الشنطه ده كده على الوش كده، وش الشنطه، وبوريلكم التقفيل من تحت اهو. تقفيل جميل جدا ومظبوط، وكل غرزتين قدام بعض اهو تمام اهو. كله هاند ميد متركبه بالخيط وابره اهي. وهي بعد ما بقفلها شكلها تحفه، والتقفيله جميله جدا. التقفيله مش باينه انها في غرز بارزه ولا حاجه، مظبوطه جدا تمام. احنا كده هنركب الدراع، شبكتها اهو في الحلقه بعد الدراع كده عشان يبقى اتجاه واحد على الوش اهو. ودي التوكه اللي بنقصر ونطول منها الشنطه او دراع الشنطه اهو. كده ركبت الدراع، ركبت الناحيه الثانيه، وادي السوسته. والشنطه ليها عمق يعني، وبتشيل حاجات كتير. ده عمق الشنطه العرض يعني، ده كده عمق الشنطه اهي. كده الشنطه بتاعتنا خلصت. شنطه كروس بطقم جلد لون مستردة جميل جدا، طالع موضه. الفلاور ديت شكلها جميل جدا، حلوه قوي. شنطه بيد كروس وتوكه بتتطول وتتأثر على حسب الرغبه اهو. بكده الفيديو بتاعنا خلص. هوريكم الشنطه برضو، اعلقها كده واوريها لكم اهي. الشنطه بعد ما خلصت، شنطه كروس بطقم جلد على شكل ورده، اسمها شنطه فلاور. وشوفنا ازاي احنا بنعمل الوش والقاعده، وازاي بنرتفع بجسم الشنطه. كده الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وارجو تدعموني، تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.